الأهلي يفوز على إنبي ب3 أهداف مقابل لا شيء، والزمالك يفوز على سموحة بهدف مقابل لا شيء، وبيراميدز يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، عشان يوصل الزمالك للنقطة 53 ويتصدر المركز الأول، وبيراميدز للنقطة 51 الوصيف، والأهلي 50 ثالث الدوري. باقي مباراة لكل منهما. يا ترى المباراة اللي فاضلة شايلة ايه للدوري العام، ومين الفرقة اللي هتحتفل، ومين الفرقة التانية اللي هتلعب دوري أبطال إفريقيا؟ كل ده هنعرفه يوم 20/5 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة احنا بنحلل مباراة النادي الأهلي وإنبي، وعنينا على ماتشين كمان، الزمالك وسموحة، وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. الأهلي يا جماعة افتكر اللي هو بيلعب بطولة الدوري العام من مباراة الزمالك اللي فاز فيها 3-0. تليها مباراة إنبي العنيد اللي بيقدم كورة ولا أحسن ولا أروع من كده عشان الأهلي يفوز عليه النهاردة 3-0. الأهلي افتكر اللي هو بيلعب في الدوري العام، الأهلي افتكر اللي هو المفروض ينافس على بطولة الدوري العام. الأهلي أخيرا لعبته حست بالمسؤولية، بس يا ترى بعد فوات الأوان يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيكافئ لعيبة الأهلي، ولا المباراة الأخيرة هيبقى لها رأي تاني؟ محدش عارف. المهم لعيبة الأهلي نزلت المباراة وهي في دماغها 3 بونت، وهي عندها دافع بخلاف الدوري العام اللي احنا نرضي نفسنا ونرضي جمهورنا ونحافظ على اسمنا كلاعيبة واسم النادي اللي احنا بنلعبه له اللي هو النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي عندها دوافع الفوز. لعيبة النادي الأهلي الروح القتالية رجعت لها، زي ما بنقول من بداية الدوري العام كرة القدم مش تكتيك بس يا جماعة. ايه اللي حصل؟ لعيبة الأهلي اللي كانت بتلعب من أول الدوري هي اللي بتلعب ماتش الزمالك وماتش إنبي، ولكن الكرة اختلفت والنتائج اختلفت والروح اختلفت والأداء اختلف وكل حاجة اختلفت. ليه؟ عشان لعيبة النادي الأهلي حست بالمسؤولية، حست بالخطر، حست اللي هي مهددة، اللي هي هتسيب النادي الأهلي الدوري الجاي، حست اللي هي اللعيبة مش قد المسؤولية، حست اللي الجمهور بينتقدها، حست اللي الإعلام بيتكلم عنها، خلاهم يحسوا ولعبوا كورة. لعيبة الأهلي واقفة في الملعب صح، دايسة على رجلها صح، الروح القتالية رجعت اللياقة البدنية، رجعت التكتيك، رجعت الكرة الحلوة، ورجعت الأهداف الجميلة. الشوط الأول بدأ والنادي الأهلي مستحوذ على الكرة بدوافع حلوة وأهداف حلوة، عشان بن شرقي يعمل كرة بينية لحسين الشحات عشان يخش 18. انبي من الناحيه اليمين يضحك على الحارس المرمى ويضحك علينا ويضحك على الجمهور ويضحك على مصر بحالها ويحطها للجون في الزاويه الضيقه. حسين الشحات ما يقفش على كده، بيكمل على كوره في ال 18 عشان ياخد منها بلانتي، زيزو يخش يحطها على يمين الحارس عشان النادي الاهلي يبقى 2-0. بصراحه فريق انبي ما وقفش، وفريق انبي قدم كوره في منتهى الجمال عشان يجي له ضربة جزاء اللي الفار الشيك يلغيها، ويجي له هدف الفار برضه يلغيه بداعي التسلل. فريق محترم وفريق بيلعب كرة جميلة وبيقدم كرة عالمية، مفيش أجمل ولا أروع من كده. عشان الشوط الثاني بن شرقي يجيب كرة ديانج يقطعها على حدود ال 18، يلعبها لبن شرقي اللي بيلعبها على شمال الجون عشان النتيجة تبقى 3-0. وتنتهي مباراة النادي الأهلي عشان الأهلي يوصل للنتيجة 3-0 ويتصدر الترتيب الثالث في الدوري ب50 نقطة. ولكن الأهلي في انتظار مباراة بيراميدز وسموحة، وفي انتظار مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا،
وفي انتظار مباراته مع المصري البورسعيدي. ايه اللي هيحصل الله اعلم. اكتبوا لي في الكومنتات ايه توقعاتكم. يا ترى الزمالك هياخد الدوري؟ الزمالك هيقابل سيراميكا، الفرقه اللي بتلعب كره جميله، الفرقه اللي وقفت بيراميدز النهارده. يا ترى بيراميدز هيعرف يفوز على سموحه؟ لازم تفكروا معايا. لازم بيراميدز يفوز الماتش الجاي، لازم الزمالك يتعادل على الاقل الماتش الجاي، لازم الاهلي يفوز الماتش الجاي. حسبة غريبة واحتمالات محدش في العالم يقدر يحسمها ولا يتنبأ ولا يتوقع ولا حاجة خالص. ما علينا اللي احنا ننتظر يوم 20/5 عشان نشوف مين الأول ومين الثاني ومين الثالث. زي ما عودتكم في آخر كل مباراة اللي احنا بنقيم أداء لعيبة النادي الأهلي. مصطفى شوبير 9/10، بيكم 5/10، كوكا 6، ياسين مرعي 7، هادي رياض 6، مروان عطية 6، إمام عاشور 5، طاهر 7، الشحات 9، بن شرقي 9، زيزو 8، محمد هاني 7، ديانج 5، بن رمضان 2، أوتاكا 4، يسترب 10/10. شكرا لكم وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.